مضيفة طيران لأشهر واحدة ماسكة عدة اللحمة في سوق العجول، كسرت كل العادات والتقاليد، وبسبب رفض باباها لحلمها قررت تدخل وسط الرجالة بشنبات وتتحدى نفسها، وبين يوم وليلة اكتسحت السوق وبقت أشهر واحدة بتبيع لحمة، واسمها بقى براند في أكبر محلات اللحمة والمندي. لوما، أو زي ما الكل بقى يعرفها دلوقتي كبدة، ما كانتش في البداية شايفة نفسها وسط اللحمة ولا ورا الترابيزة، كانت بتحلم تطير. حرفيا حلمها من وهي صغيرة ان هي تبقى مضيفة طيران، كانت بتتفرج على الطيارات وهي بتعدي في السماء وتتخيل نفسها لابسة الزي الرسمي ماشية في المطار وبتلف العالم بلد ورا التانية. دخلت معهد السياحة والفنادق علشان تقرب من الحلم وبدأت تجهز نفسها بكل حماس، لكن الحلم ده مكملش، مش عشان هي وقفت، لكن علشان باباها وقف قدامها وقال لها بكل وضوح لا، مش هتشتغلي مضيفة. الدنيا ظلمت لحظة، بس لوما كانت أقوى من اليأس، قررت تدور على طريق تاني، كانت محتاجة دخل وهي لسه طالبة، فصديقة ليها عرضت عليها تساعد في محل لحمة. الموضوع ما كانش سهل خالص، ولا الريحة ولا الشغل ولا نظرة الناس، بس هي قالت أجرب. يوم ورا التاني بدأت تتعلم، من أول تنظيف اللحمة لحد تقطيعها. كانت ساعات بتتعب وتتخبط، بس عمرها ما اشتكت، بالعكس بدأت تحب الشغل وتتفنن فيه. الناس استغربت، بنت بتشتغل في شغل الرجالة؟ بس لوما ما كانتش بتسمع، كانت بترد بشغلها النظيف وابتسامتها وإنها بتحب اللي بتعمله. بعد وقت ما بقتش مجرد واحدة بتشتغل في محل، بقت لوما علامة، اسم معروف في الإسماعيلية. اللي بدأ كبديل بقى اختيار، واللي كان مرفوض بقى مصدر فخر.